هتحبوا الفطار ده قوي، فطاري المفضل في الدايت فعلا، يعني كله في طبق واحد كده وبناكله بالشوكة وبننجز. اول حاجة هنجيب رغيف عيش سن من اللي احنا عاملينه مع بعض، طريقته هتلاقوها عندي في الفيديوهات. معلقة صغيرة سمنة بلدي او زيت زيتون، حطيت فلفلايتين و2 طماطم ورشة ملح وفلفل اسود وقلبتهم. ما خليتش الخضار بتاعي يبقى مستوي، لا انا عايزة يفضل فريش زي ما هو. جبت بيضتين، حطيت عليهم ملح وفلفل اسود وبابريكا وضربتهم كويس ونزلتهم على الخضار بتاعي. عايزه اقول لكم ان اهم حاجه في الموضوع ده ان الطاسه تكون ما بتلزقش. بعد كده حطيت عليهم العيش بعد ما قطعته مكعبات صغيره كده او مربعات، يعني اللي انتوا شايفينه. ساعات ما بستخدمش عيش سن، ممكن استخدم 2 توست او استخدم نص رغيف عيش بلدي او واحدة تورتيه. نغطي الطاسة بتاعتنا على نار هادية جدا ونسيبها بالظبط دقيقتين، وبعدين نرجع نقلبها بنفس الحركة اللي شفتوها دي بالغطا. بحط الغطا واقلب عليه الطاسة وبعد كده ارجع انزلها تاني في الطاسة بتاعتنا. حطيت على الوش قطع جبنة موتزاريلا لايت وغطيتها شوية بس الجبنة ساحت، رشة بابريكا، وبالهنا والشفا. هستناكم تجربوها وتبعتولي تقولولي رأيكم. باي.